ميني تورك حديقة فيها الأماكن التاريخية الموجودة في اسطنبول، عبارة عن مجسمات. كل مجسم مكتوب قدامه تاريخ وصوره ونبذة كده عن المكان الأثر دوت اتبنى سنة كام، ايه اتعمل ازاي. أنصحك في أول يوم في اسطنبول إنك تزور المكان دوت، لأنه هيقول لك على كل الأماكن اللي موجودة في اسطنبول وتستحق الزيارة، علشان تقدر بعد كده تقرر ايه اللي هتزوره وايه اللي مش هتزوره. انصحك بانك تاخد صور كتير، المكان اكتر من رائع. المجسمات شكلها حلو قوي على الارض وهي شكل صغير. جالاتا تاور من اكبر واعرق الابراج في العالم. جالاتا تاور في فوق في اخر دورين ليه مطعم ومكان للتصوير، ومكان تاني شرفة خارجية بتطل على اسطنبول بالكامل. بانوراما بمعنى الكلمة، تقدر تشوف اسطنبول كلها من فوق في مشهد اكتر من رائع. الاهم من كده انك انت في المطعم دوت ما تنساش تاخد فنجان قهوة عمرك ما هتدوقه في حياتك. تاني حاجة وده الاهم، هتلاقي مجموعة من الشباب بيصوروا بالزي العثماني. يعني انت واسرتك، انت ومراتك، انت واصحابك ممكن تتصوروا. الصورة بتطبع وبتتصور ب 15 ليرة. لو عايز تاخد مجموع الصور اللي انت تصورتها تاخدها في الاخر في سي دي بقيمة تقريبا 30 35 ليرة. البرج لازم يتزار لانه من اهم معالم اسطنبول، وحقيقي يستحق انك انت تقف في الطوابير عشان تدخل البرج دوت. تذكرة الدخول تقريبا 16 ليرة. قصر دولما بهجة، القصر ده من اكبر واكتر القصور اللي موجوده في اسطنبول فخامه. بيقال ان القصر دوت هو سبب من الاسباب انهيار الدوله العثمانيه، للبذخ اللي تم في الصرف عليه من ذهب واساس وديكور القصر ده يستحق الزياره. المشهد اكثر من رائع على خليج البوسفور، اللي يحتوي على عديد من الغرف، اكثر من 200 غرفه موجودين فيه. تل العرايس او كماليجا. تل العرايس من الاماكن المرتفعه في اسطنبول، هي عباره عن تله او هضبه عاليه في اسطنبول. برضو بانوراما تانية خالص، شكل تاني على الجانب الاسيوي من اسطنبول. المكان دوت بيروحوا العرايس في تركيا، بيبداوا اول يوم ليهم يعني بعد الزفاف، بيبداوا اول يوم ليهم هناك يعني كنوع من انواع التقليد او التراديشنال عندهم. المكان اكتر من رائع. المكان فوق فيه مطعم وفي بانوراما تقدر تتصور وراك اسطنبول كلها، في زرع خضره. الوصول للمكان ده سهل جدا.